السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا صاحبي أنا جايب لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بجد يخليك تعرف إن مهما عملت من ذنوب ومهما وقعت في ذنوب أنت بتحاول تبطلها ووقع، الحديث ده يقول لك إن مفيش حاجة اسمها يأس، ومفيش حاجة برضو اسمها أنا حاولت ومعرفتش. وفي نفس الوقت الحديث ده هيقول لك على حاجة لو عملتها هيتغفر لك كل ذنوبك مهما عملت، حرفيا مهما عملت. صلى على النبي كده وتعالى. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، اسمع بقى كده: ليس من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيحسن الوضوء ثم يصلي فيستغفر إلا غفر الله له. انت متخيل الموضوع ولا لسه الإشارة ما وصلتش؟ طب اسمع معايا كده. انت بمجرد انك بعد الذنب اللي انت بتحاول تبطله بس ضعفت وقعت فيه تاني، انك بعد الذنب ده تقوم، اسمع الكلام، تقوم ثم تتوضأ فتحسن الوضوء، يعني تتوضأ الضمير، وبعد كده تقوم، لا تقومي انت كده كده خلاص يعني، بعد كده تخش تصلي، بعديها على طول تقعد تستغفر لك كده حبة حلوين كده. بعد ما تعمل الكلام ده كله الله عز وجل يغفر لك مهما عملت. حابب افكرك ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبون لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يا رب تكون فهمت الكلمتين دول كويس، لان زي ما قلت لك احنا بشر بنغلط وبنقوم، فما تيأس وتقعد مكانك وتقول ده انا وانا وانا وانا، لان دوت مش كلامك، هو ده وسوسة الشيطان اللي بتخليك تقول كده. بس كده ويبقى وصلنا لنهاية الفيديو، واسأل الله ان يتوب على شباب المسلمين وبنات المسلمين اجمعين. فما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية، وما تنساش تنشر عنهم فيديوهات، وما تيأس ما تيأس، انشر واعمل اللي عليك وقاطع، واعمل كل اللي يساعد اخواتك في فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.